السلام عليكم. اخباركم ايه؟ بعيدا عن المحتوى اللي انا بقدمه، كنت عايز اقول كلمتين اتنين. ده ايه يا معلم؟ ده ايه؟ ده رغيف صح؟ رغيف كبير. نفترض ان انا راجل مفجوع وعايز اكل الرغيف ده كله مره واحده، فهعمل كده؟ مش هينفع طبعا. طب كده برضه مش هينفع، حتى لو طبقت الرغيف كله وجيت اكله مش هينفع. فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل كده، اقسمه كده، وبعد ما اقسمه كده اقسمه تاني كده، وبعد ما اقسمه تاني كده وكده، عشان اعرف اكله كده. وده بالظبط اللي حصل وبيحصل مع الشرق الاوسط ودول الشرق الاوسط والدول العربيه، الا مصر بفضل الله ثم فضل شعبها الواعي وجيشها القوي، عشان احنا لا عندنا طوائف ولا عرقيات، كلنا في مصر حاجه واحده. عندنا ازمه اقتصاديه، الاسعار مولعه نار، مفيش رقابه من اي نوع على اي تاجر بيمص في دم الناس الغلابه، بنشتغل شغلانه واتنين، ولو ينفع نشتغل الشغلانه الثالثه هنشتغلها عشان نقدر نكفي بيوتنا. بس في النهايه عندنا دوله بمؤسساتها والحمد لله عايشين فيها بامن وامان. ان شاء الله الازمه الاقتصاديه هتتحل، وان شاء الله الدنيا هتتحسن، لكن البلد دي لو وقعت عمرها ما هيقوم لها قومه ابدا. عشان كده انا بدعم بلدي وبدعم جيش بلدي ورئيس بلدي، وتحيا مصر. مش عشان انا ولا انت عايزينها تحيا، لا، عشان رب العباد هو اللي عايزها تحيا. سلام عليكم.